أتحداك تصدق اللي عملته البنت دي. دي قصة حقيقية حصلت في ولاية جورجيا في أمريكا في شهر 2 اللي فات. قبل ما ندخل في قصتنا طبعا مش هفكرك إن اللايك والكومنت والسبسكرايب بيدوني دافع أكمل المحتوى وبيخلي ناس أكتر يشوفوا المحتوى. يلا بينا نبدأ. سارة باتريك بنت عندها 17 سنة من أسرة مكونة من أم وجوز الأم والأخت الصغيرة وعندها 6 سنين. في ليلة البنت الصغيرة راحت لأوضة والدتها ووالدها بالتبني عشان هنا تكون المفاجأة. الأب والأم غرقانين في دمهم والسبب مضروبين بالنار. البنت الصغيرة جرت على أوضة أختها الكبيرة واللي كانت نايمة وفي هدوء تام راحت ليها مفزوعة وقالت لها الحقيني. البنت راحت وشافت المنظر، اتصلت مباشرة على الشرطة. الشرطة جت وحققت في الموضوع بس ما كانش فيه آثار اقتحام أو عنف أو مقاومة. سارة فضلت 5 شهور تنشر على التيك توك الخاص بيها فيديوهات حزينة وإن قد إيه مفتقدة والدتها ووالدها. أنا زعلانة إنها ما قدرتش تودعهم. تفتكر إيه المفاجأة اللي الشرطة وصلت ليها؟ توقع معانا في الكومنتس واستنى الجزء التاني من القصة.